السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا اليوم عندنا مقارنة بين الشمعات الخليجي والوارد. كيف تخلى الشمعات الوارد خليجي؟ بسم الله. طبعا هاي شمعات خليجية اللي على موتري ما شاء الله تبارك الرحمن، وهاي شمعات الوارد. وايش الفرق فيهن؟ موجود في وارد امريكا الناعس، هذا الناس اللي اقصده. وهاي شمعات الخليجي لا توجد فيه ناعس، ما فيها ناعس، اللي هي القطعة بلاستيك برتقالي يسموها اتوقع عنها ناعس. المهم وش الطريقة وش سوى؟ بسم الله بخبركم. تروح محل زينة ولا محل شمعات، إذا موترك ما فيه لد نهاري خلي يركب لك لد نهاري ويفك الناعس. هاي تبطل معاك، هاي تنفك معاك، تنفك خلاص فكها وخلها معاك وركب زجاج حق الشمعة. وضعك طيب بيكون ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا صراحة التجربة ما سويتها، بس ما شاء الله الفكرة جاتني بعد ما سويت خط شمعات، يعني ما مداني خلاص. وما شاء الله تبارك الرحمن. اللي يريد يسوي هالطريقة يمكن ناجحة عن يروح يشوف شمعات خليجي ويخسر، لأن الشمعات الخليجية غالية. الوضع طيب إن شاء الله كما خبرتكم. وطريقة اللي عندهم كود أمريكي، طريقة عندك العالي شغال والسكن شغال. الطريقة في المقطع السابق اللي شرحته في المقطع السابق، وشوفوه الوضع طيب إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك، وأي استفسار وأي معلومة تريدونها في سناب حياكم في أي وقت.